تخيل معايا المشهد ده في 2007 في سان فرانسيسكو، قاعة مليانة على آخرها صحفيين مستثمرين مبرمجين قاعدين في الصفوف الأولى، كراسي مليانة كلهم باصين على واحد بس طالع على المسرح لابس بلوفر لونه اسود وبنطلون جينز وسنيكرز رمادي، طالع على المسرح ببطء ماسك في ايده ريموت صغير مفيش ورق، بيقف في النص وبيبص للناس وبيقول النهارده ابل هتطلق 3 أجهزة ثورية. الناس بتسقف. اول جهاز معانا النهارده ايبود بشاشه عريضه ممكن تلمسها بايدك. تاني جهاز هو موبايل. تالت جهاز معانا جهاز هيربطك بالانترنت. قالها مره تانية ايبود موبايل انترنت، ايبود موبايل انترنت. قعد يكررها كذا مره لغايه ما الناس بدات تحس ان في حاجه، وراح مره واحده راح قال دول مش 3 أجهزة، دول جهاز واحد. في اللحظة دي ستيف جوبز ما كانش بيبيع موبايل، كان بيبيع حكاية. النهاردة هنفهم مع بعض ازاي الراجل ده ما كانش عبقري تكنولوجي بس، كان في الحقيقة من اذكى الناس اللي سوقوا للبرودكتس بتاعتهم في تاريخ البيزنس كله. نرجع لورا شوية، سنة 1955 في سان فرانسيسكو السيليكون فالي، طالبة دراسات عليا خلفت ما قدرتش اللي هي تستحمل الابن يكون موجود معاها، فقررت اللي هي تعرض ابنها للتبني، وكان عندها شرط واحد بس، ان الناس اللي هتاخد ابنها ده يكون هيكمل معاهم تعليمه لغاية ما يكون معاه شهادة جامعية. بالفعل في 2 خدوه، قرروا ان هم يربوه، كانوا على قد حالهم بس وعدوا اهل ستيف جوبز ان هو يدخلوه الجامعة مهما كانت التكلفة. العيلة اللي اتربى معاها ستيف، الاب كان ميكانيكي وكان بيصلح العربيات في الجراج، والام كان اسمها كلارا وكانت بتشتغل في المحاسبة. بول اللي ربى ستيف كان بياخده معاه الجراج وكان بيخليه يساعده في تصليح العربيات، كان بيوريه ازاي المواتير بتتفك وايه اللي موجود جواها. كان عنده قاعدة بيكررها دايما قدام ستيف، بيقول له حتى الجزء اللي انت مش شايفه جوه الموتور او في ظهر الكابينة لازم يكون شكله كويس. ستيف سأله قال له ازاي ده يكون شكله كويس مفيش حد شايفه؟ قال له اللي انت هتشوفه ده كفاية. الجملة اللي اتقالت دي رغم البساطة بتاعتها بس دي بقت دستور كامل لابل. اي حاجة بتصنعها ابل بتهتم بالبوردة من جوه، بتهتم بالشكل بالتفاصيل اللي موجودة من جوه، كل حاجة بتكون مرتبة ومنسقة وشكلها حلو. افتح الانستجرام بتاعك، افتح فيسبوك، افتح تيك توك، اتفرج على الفيديوز والصور اللي انت بتنزلها، لو في حاجة مش واضحة، حاجة شكلها مش حلو وانت فاكر او فاهم ان الناس مش بتشوفها، فانت لسه ما فهمتش الدرس اللي كان بول بيفهمه لستيف واللي خلى ابل من اكبر الشركات في العالم. بص على الصورة، بص على الكنبة اللي موجودة ورا، لو فيها مشكلة، لو في سلك مش باين وانت فاهم الناس مش هتشوفه، اللي الناس مش بتشوفه بعقلها الواعي بتشوفه بعقلها اللاواعي، فبتحس ان في حاجه غلط بس هي مش عارفه ايه الحاجه الغلط اللي موجوده في الصوره. فالقاعده هنا لو في اي حاجه في الكادر بتاعك مش مظبوطه ظبطها وما تنزلش اي حاجه عندك مش مظبوطه 100%. في كليه في الهند اسمها ريد كولاج، ستيف بدا اللي هو يروح يتعلم هناك. الكليه دي كانت غاليه جدا واهل ستيف صرفوا كل الفلوس اللي معاهم عشان يقدروا يدخلوه الكليه دي. بس بمفاجأة بعد 6 شهور ان ستيف قرر اللي هو يسيب الكلية دي خالص، وقال لاهله انا حاسس ان انا بضيع فلوسكم هناك، انا مش بستفاد حاجة هناك. وهناك كان مقرر اللي هو هيقعد يحضر المحاضرات بس اللي بتعجبه، مش المحاضرات اللي مفروض عليه. فبقى رسميا مش في الكلية بس بيخش جوه الكلية يحضر المحاضرة اللي تعجبه. واحدة من المحاضرات اللي كان بيحضرها وكان بيحب اللي هو يحضرها التايبوجرافي او الكتابة، فن الخطوط والحروف، ازاي تختار الخط، المسافات بين الحروف، حاجات الواحد عمره في وقتها ما فكر فيها اصلا. ستيف نفسه قال بعدها اللحظة دي ما كنتش متخيل ان الكلام ده هيفيدني في حاجة في حياتي بعدين. كان الكمبيوتر الوحيد الماكنتوش بعد 10 سنين ان فيه خطوط هايلة شكلها حلو جدا، فيها فواصل شكلها منمق، فيها مكتبة خطوط مختلفة تماما على الأجهزة التقليدية بتاعة الكمبيوتر. كمان سافر الهند شهور كاملة، كان عايش معاه، عايش حياة بسيطة، رجع بفكرة واحدة من الهند بس فضلت قاعدة معاه سنين طويلة جدا لقدام. البساطة مش غياب التفاصيل، بالعكس البساطة هي قمة التفاصيل. هنلاقي دوت موجود في ابل في الشكل الديزاين بتاع ابل. الديزاين بتاع ايفون دلوقتي هتلاقيه بسيط سيمبل، مفهوش حاجات كتير بس برضه حلو، مفهوش غير زرار واحد بس مفيد. كل تفصيلة كانت موجودة في البساطة بتاعت شكل الجهاز ما كانتش كسل، كان جاية منتاليتي البساطة اللي عاشها ستيف في الهند. انت كمان ممكن ترجع للاباوت عندك، لو بصينا على جملة مكتوبة، الجملة الوحيدة اللي كان كاتبها ستيف على الايبود 1000 song in your pocket، 1000 اغنية موجودة في جيبك. ما كتبش تفاصيل عن الايبود، ما كتبش اللي هو مساحته قد ايه، ما كتبش شكله عامل ازاي، هو كتب لك انت هتشتري البرودكت ده ليه، هتشتري الايبود ده ليه. انت كمان ممكن تمسك ورقة وقلم وتشوف البرودكت بتاعك دوت هيتباع للناس ليه. لو لقيت اللي انت عمال توصفه في كلام كتير جدا اعرف ان انت مش عارف
توصل للسمبلستي، مش عارف تبيع اصلا المنتج بتاعك ازاي. سنه 1976 ستيف كان عنده 21 سنه وكان شغال في شركه اسمها اتاري، وفي الوقت ده قابل صاحب ليه قديم جدا من ايام المدرسه اسمه ستيف ووزنياك. ده كان مهندس وهاوي ومجنون اللي هو يلحم البورده، وكان مهتم جدا شغال في اتش بي، وكان مهتم جدا بالبورده نفسها، ازاي البورده بتشتغل وازاي اللي هو بيلحم الحاجات جنب بعض، ازاي بيعمل الدوائر جوه الاجهزه الالكترونيه. في يوم دخل ستيف ووزنياك على ستيف جوبز ببورده صغيره خالص وقال له انا عملت كمبيوتر. عشان تكونوا معايا في الوقت ده الكمبيوترات كانت جهاز كبير جدا بحجم اوضه. ستيف ووزنياك لما دخل على ستيف جوب وراله قطعه صغيره جدا وقال له ان ده كمبيوتر. وفي الوقت ده الشركات ما كانش متخيله ان ممكن يكون في كمبيوتر موجود مع واحد في البيت عادي زي دلوقتي. كان الكمبيوتر قاصر على الشركات الكبيره لان هو كان حجمه اصلا كبير جدا وبيعمل مهام محدوده. ممكن نعرض الفكره بتاعتنا دي على اتش بي واتش بي تسوقها، بس المفاجاه لما راحوا اتش بي رفضت. فستيف جوبز قرر ان هم اللي هيسوقوا المنتج بتاعهم، هم اللي هيبيعوا المنتج بتاعهم. ستيف جوبز فعلا بدا يبيع العربيه بتاعته الجولف القديمه، وستيف ووزنياك قرر برضه اللي هو يبيع الحاجات عنده كان بيحبها. وجمعوا $1300 وراحوا للجراج بتاع ستيف جوبز وقرروا اللي هم يبداوا من هناك. وفي الوقت ده ستيف ووزنياك كان شغال على البرودكت نفسه، شغال اللي هو يصنع الكمبيوتر، وستيف جوبز كان بيفكر في الاسم. في الوقت ده كان كل اسماء زي اتش بي، زي اي بي ام، زيروكس، اسامي تحسها بارده واسامي رسميه. فجه ستيف جوبز دخل على صاحبه وقال له احنا هنسمي الشركه بتاعتنا ابل. فقال له ايه ابل اللي انت هتسميها دي؟ يعني ايه ابل؟ هتسمي الشركه بتاعتنا شركه التك اللي هتبيع الجهاز الثوري بتاعنا دوت هتسميها تفاحه؟ فراح ضحك وقال له ده اسم فاكهه، ده مش اسم شركه تك. ستيف قال له بالظبط هو ده اللي انا عايزه، اسم بسيط سهل مكون من مقطعين، ابل، الناس تقدر اللي هي تفتكره بسهوله. وحاجه ثانيه ستيف كان بيفكر اسم سهل يعني ماركتنج ببلاش، يعني الناس تفتكرك بسهوله. اسم صعب هتفضل تدفع فلوس كتير جدا عشان الناس تفتكر. جرب انت كمان تقول اسم الشركه بتاعتك 5 مرات وفكر الناس لو قالته هتلاقيه صعب ولا هتلاقيه سهل، هتحفظه بسهوله ولا هيكون صعب عليها؟ لو الاجابه لا الناس مش هتحفظه لان هو اسم صعب، فانت بتصعب على الناس اللي هي تفتكرك. عشان كده احنا لما اخترنا اسم للشركه بتاعتنا اخترنا كادر، اسم سهل بسيط زي ابل تقدر ان انت تفتكره بسهوله، مكون من مقطع واحد، كادر ميديا برودكشن. فانت لو لسه ما اخترتش الاسم بتاعك فدي فرصه من ذهب اللي انت تعرف المعلومه دي. اختاره سهل وواضح والناس تقدر اللي هي تفتكر. سنه 1983 ستيف ووزنياك ساب الشركه بعد حادثه طياره، وبدا ستيف جوبز يكون هو اللي مسيطر على كل حاجه في الشركه. ابل في الوقت ده كانت مستنيه اللي هي تعلن عن الماكنتوش، بس كان في مشكله بسيطه جدا ان شركه اي بي ام هي اللي كانت مسيطره على كل الحصه بتاعه الكمبيوترز، وابل هتكون في المركز الثاني. ستيف جوبز كان فاهم ان جهاز كويس دي مش حاجه كفايه، فكان لازم ان هو يعمل حاجه مختلفه. الناس كانت لازم تحس ان ماكنتوش اللي هو عايز يعلن عنه ده حاجه مختلفه تماما عن كل الاجهزه. فقرر اللي هو يعمل اعلان مفيش حد شاف زيه قبل كده. جاب مخرج عالمي اسمه ريدلي سكوت. المخرج ده كان مخرج افلام، عمل افلام كبيره جدا زي جلاديتور، الين، وبلاد رانر، واصلا المخرج ده ما كانش مشهور بالاعلانات. وقرر اللي هو يعمل اعلان لابل. ستيف جوبز دفع له مبلغ كبير جدا عشان يعمل له الاعلان. اعلان مدته 60 ثانية بس، اتعرض في السوبر بول، هو اكبر حدث تلفزيوني في امريكا. والمفاجأة ان الاعلان ده اللي اتكلف فلوس كتير جدا اتعرض لمرة واحدة بس. هنيجي نشوف الاعلان، مفيش مواصفات، مفيش كمبيوتر، مفيش حتى المنتج نفسه. الاعلان عبارة عن قاعة ضخمة كبيرة جدا، الناس كلها لابسة لون رمادي، قاعدين بشكل كأنهم روبوتات، باصين على شاشة كبيرة فيها واحد بيتكلم كأنه ديكتاتور. وفجأة بتظهر بنت شعرها اصفر لابسة سكيرت لونه احمر وماسكة شاكوش كبير جدا، وراحت رميته على الشاشة. قبل ما الامن يمسكوها كانت كسرت الشاشة وظهرت شاشة لونها ابيض كبير. وفي الاخر ظهرت جملة واحدة: ابل هتصدر ماكنتوش. بس الاعلان خلص. الاعلان ده كان بيقول ايه؟ العالم كله بقى مصنع كبير، كل الناس شبه بعض، كل الناس بتفكر بنفس الطريقه وبيستخدموا نفس الحاجه. وكانت اشاره لاي بي ام. الناس اللي كلها لابسه رمادي وبيبص على الشاشه كلهم ناس عاديين، ناس عاديه ماشيه في نظام واحد ثابت بدون ابداع بدون شخصيه. والراجل اللي كان موجود على الشاشه الكبيره دوت كان بيرمز للشركات الكبيره اللي بتتحكم في عقول الناس. البنت اللي كانت بتجري بالشاكوش كانت رمز لابل، للشخص الحر المبدع الكرييتيف المختلف واللي كان بيكسر النظام القديم. ولما رمت الشاكوش كانت بتقول ان ابل جايه تكسر السيطره والهيمنه بتاعت الاجهزه اللي معروفه العاديه التقليديه، وهتنزل جهاز جديد اللي هيمسكه هيكون شخص مختلف. وفي الوقت ده الاعلان كان بيقول لو انت اشتريت الجهاز بتاع ابل ماكنتوش انت هتكون شخص مختلف ومبدع وكرييتيف، مش نسخه زي الناس الكتير قوي اللي موجوده دي. هو ده تقريبا كان سر القوه بتاعت الاعلان في وقتها. الاعلان ما كانش بيقول ان ده احسن جهاز، ما كانش بيقول ان ده اسرع جهاز، ما كانش بيقول الفيتشر
فيتشرز. ابل في الوقت ده قررت اللي هي تبيع احساس اللي انت مختلف وكرييتيف وبتفكر بشكل احسن من الناس العاديين. انت كمان ممكن ترجع للاعلان بتاعك وتشوف انت بتعرض ايه في الاعلان، بتقول لا احسن خدمه، احسن جوده، عندي مميزات، لا بلا بلا بلا، ولا خليت الناس تحس احساس مختلف. لو انت اعلانك خلى الناس تحس لو هي عملت الحاجه اللي انت بتقول لهم عليها او اخدت السيرفيس اللي انت بتديها لهم وحسوا بحاجه مميزه، فانت كده بدات تفهم اللي كان بيعمله ستيف جوبز. ستيف جوبز هو عنده 30 سنه، ماكنتوش بتاع ابل نجح وبقى اكتر جهاز مبيعا في الوقت ده، وستيف جوبز بقى ملياردير كبير جدا في سن صغير وصورته كانت في كل مكان. بس ستيف جوبز من رغم ان هو كان عبقري جدا بس ما كانش بيعرف يتعامل كويس مع الناس. كان ممكن يحرج حد قدام حد، يحرج حد قدام زميله في الشغل، كان ممكن يهاجم شغل الناس بعنف. وفي الفتره دي ستيف قرر اللي هو يجيب جون سكولي مدير شركه بيبسي وعينه بجمله رهيبه جدا لسه الناس فاكراها لغايه دلوقتي: انت عايز تبيع شويه ميه بسكر ولا انت عايز تيجي معايا وتغير العالم؟ جون سكولي وافق وبدا اللي هو يكون موجود في ابل، بس خلافات زادت جدا ما بينه هو وستيف جوبز. خلافات زادت جدا بين الاثنين وبدا اللي هو يكون في تصويت واحد ضد الثاني، والمفاجاه اللي كسب كان جون سكولي، وستيف خسر وخرج بره الشركه، اتطرد بره الشركه اللي هو عملها، اتطرد بره ابل، اتاخد منه الفرقه اللي هو كان موجود معاها وبدا تقريبا يكون مش بيعمل حاجه في الشركه وساب الشركه. ستيف قال بعدها ان هو كان منهار تماما وكانش متخيل للحظه اللي هو يطرد من الشركه اللي هو اسسها. باع تقريبا كل الاسهم بتاعته ما عدا سهم واحد بس علشان يكون يقدر اللي هو يطلع على التقارير اللي بتصدرها ابل. بعد سنين ستيف قال ان النجاح كان تقيل عليه، ولما خسره حس اللي هو بدا حياته من جديد. في الوقت ده ستيف قرر اللي هو يبدا شركتين جداد. اول شركه نيكست، ودي اللي عملت نظام iOS اللي بنستخدمه لغايه دلوقتي في اجهزه ابل. والشركه الثانيه اسمها بيكسار، اشترى قسم الجرافيك، كان صاحبها اصلا عايز يبيعها وكانوا بيقولوا ازاي ستيف قرر اللي هو يشتري الشركه دي، بس هو كان شايف حاجه مختلفه، كان شايف اللي هو بيشتري الموهبه، الفريق، الخيال. وقال جمله مشهوره وقتها: انا مش بشتري شركه، انا بشتري عبقريه الناس اللي موجوده جوه الشركه دي. والشركه دي المفاجاه عملت بعد كده هو توي ستوري، كان فيلم كامل انيميشن معمول بالكمبيوتر. واللحظه اللي الناس شافت فيها ان ستيف بيقع كانت اقوى انطلاقه ليه. ستيف باع شركه نيكست لشركه ابل بملايين الدولارات، وباع شركه بيكسر بمليارات لديزني. وده درس مهم جدا ليك لو انت فاهم اللي انت لو وقعت او حصل مشكله او فشل وخفت اللي انت تحكيه، بالعكس احكيه، لان الناس بتحب اللي هي تعرف. احكي الخساره، احكي الغلط، احكي الوجع الحقيقي اللي انت تعرضت له، للناس هتحس بيك اكتر، لان الناس بتصدق الالم الحقيقي اكتر من النجاح المثالي. سنه 1996 شركه ابل كانت بتقع والاسهم بتاعتها كانت بتنهار وكانت تقريبا شبه قريبه من الافلاس، والسي او ومجلس الاداره ما كانش عنده حل واضح هيقوم مره تانية ازاي. فقرروا يعملوا حاجه محدش متوقعها، اللي هم يجيبوا ستيف جوبز مره تانية. بعد 12 سنه رجعوا ستيف جوبز. الاول رجع كمستشار وبعد كده رجع سي او مره تانية. الغريبه ان اول ما رجع قرر اللي اول حاجه يعمل مش منتج جديد، قرر اللي هو يعمل اعلان. الاعلان عباره عن صوره ابيض اسود فيها اينشتاين، فيها غاندي، فيها محمد علي كلاي، فيها بيكاسو، مارتن لوثر كينج. ومع الصور اللي بتتعرض كان في صوت بيقول: تحيه للمجانين المتمردين، للناس اللي بتشوف العالم بشكل مختلف، الناس اللي ما بتحبش القواعد واللي بيغيروا العالم فعلا. وفي الاخر شعار ابل: ثينك ديفرنت، فكر بشكل مختلف. العبقريه في الاعلان هنا يقول لك ما تبقاش نسخه من حد، خليك انت مبدع، انت حر، مش نسخه من بقيه العالم. الغريب ان هو ما غيرش المنتجات بتاعته عشان فشلت، هو غير طريقه السرد، غير الحكايه، غير الحدوته، خلى ابل من شركه سوليد كده، شركه اجهزه، لشركه فيها روح. والناس صدقت الحكايه دي فعلا، لدرجه دلوقتي لو رجعنا اي اصدارات ابل هتلاقي ناس واقفه بالطوابير مستنيه اللي هي تاخد البرودكت بتاع ابل، لان هو بدا يحسسها بانها مختلفه. طبعا كل ده مش عشان المنتج، عشان احساسهم اللي حسوا بيه او اللي هيحسوا بيه لما يشتروا المنتج. وبعد رجوع ستيف بقت شركه من اغلى الشركات في العالم. احيانا انت كمان مش بتحتاج اللي انت تغير المنتج بتاعك، كل اللي انت بتحتاجه طريقه الحكايه اللي انت بتحكيها للناس عن المنتج بتاعك. وافتكر كويس جدا لما الحكايه بتاعتك بيكون كبيره، السعر مهما كان كبير بيقل في نظر الناس. نرجع تاني لسنه 2007 ونرجع تاني للقاعه اللي بدأنا بيها. ستيف واقف على المسرح بيحارب السرطان اللي كان دخل جسمه، وزنه نزل وخد علاج كيماوي. تلاقيه واقف نفس الوقفه بتاعته المشهوره، مش هتحس باي ضعف، هادي ومبتسم، واقف كانه متحكم في كل ثانيه في المكان. الحقيقه ان هو فعلا كان متحكم في كل حاجه حواليه. قعد سنتين كاملين بيحضر العرض ده، كل حاجه
حاجة كانت محسوبة مكتوبة، جملة محسوبة، الوقفة بتاعت الكلام محسوبة، شرب المية في الوقت بتاعه محسوب، عشان كان عارف ان العرض ده مش هيشوفه 1000 ولا 2، ده هيشوفه العالم، ولو حصلت فيه غلطة العالم كله هيتكلم عن الغلطة دي، لو حصل مظبوط كل العالم هيسوق له من غير ما يدفع جنيه. كان مهتم بكل التفاصيل، اللبس بتاعه الثابت اللي كان بيطلع بيه، البلوفر اللي لونه اسود، المطلون الجينز، السنيكرز اللي كان لابسها وكان بيطلع بيها في كل مؤتمراته. ده ليه هدف، اللي انت ما تركزش في اللبس بتاعه وتركز في الكلام اللي هو بيقوله، تركز في المنتج اللي هو بيعلن عنه. ستيف برضو ما كانش عمره اتكلم بلغة معقدة او لغة التك، هو كان دايما بيتكلم بلغة سهلة توصل لكل الناس، وده بيبان جدا في الكلمات اللي هو قالها. ايبوت، موبايل، انترنت، ده كلام بسيط كل الناس تقدر هي تفهم، لان الناس بتفهم البساطة اكتر من الحاجات اللي فيها تعقيدات. انت كمان لو بتنزل فيديو وبتشرح فيه حاجة فكر كويس جدا، هل انت بتشرح الحاجة ولا بتقدم عرض للناس؟ الفرق بين الاتنين ضخم جدا. لو حد دخل البروفايل عندك نفس الزاوية بتاعة التصوير، نفس المود اللي انت بتصور بيه، لو كل مرة بتعمل شكل مختلف الناس هتبذل مجهود اكبر اللي هي تفتكرك. عكس لو كل حاجة ثابتة، الالوان بتاعتك ثابتة، الشكل بتاعك ثابت، المكان بتاعك ثابت، زاوية التصوير ثابتة، الناس بتفتكرك بشكل اسهل عشان ما تطلبش بالناس مجهود زيادة عشان يفتكروه. ستيف جوبز اتشخص بسرطان البنكرياس، وده كان سرطان نادر جدا في وقتها. الدكاترة قالوا لازم تعمل عملية فورا، بس ستيف قال هستنى وقت اللي انا احاول اعالج نفسي بالاكل والتأمل. ساب الموضوع 9 شهور كاملة، بس للأسف السرطان كان بدأ اللي هو ينتشر في جسمه كله. من هنا بدأت أصعب فترة في حياته، 8 سنين يشتغل وهو مريض، بيطلع منتجات جديدة وبيرجع البيت ياخد الكيماوي، وجسمه بدأ يضعف سنة ورا سنة. بس الغريب اللي هو عمره ما فقد الهدوء بتاعه، عمره ما فقد السيطرة، نفس الهدوء، نفس نبرة الصوت، نفس الكلام، نفس البلوفر الاسود، نفس الابتسامة اللي طول الوقت على وشه، ونفس الاحساس اللي هو متحكم في كل حاجة. وفي اكتوبر سنة 2011 ستيف جوبز مات وهو عنده 56 سنة، وساب وراه ابل اللي بقت شركة من اغلى الشركات في العالم. دلوقتي الشركة قيمتها أكتر من 3 تريليون دولار، وملايين الناس لحد دلوقتي بتستنى المنتجات اللي بتقدمها أبل. ستيف جوبز ما سابلناش لابتوبات وآيفونز وأجهزة. ستيف عمل طريقة جديدة كاملة في التسويق، اللي هو بيوصل لك إحساس مش منتج. فكرة بسيطة بس غيرت العالم من بعدها. الناس مش بتشتري أحسن منتج، بس الناس ممكن تشتري أحسن حكاية أنت بتعرف تحكيها. كل يوم أنت بتحاول تبيع منتج. ستيف جوبز ما كانش بيبيع منتج، كان بيبيع الإحساس إن الشخص اللي ماسك المنتج ده كرييتيف ومختلف وحر، والفرق بينك وبينه مش الفلوس ولا التكنولوجيا ولا الذكاء، الفرق إن هو فاهم حاجة اغلب الشركات لسه مش فاهماه، ان البيزنس مش بيع مباشر، البيزنس ستوري، ازاي تعمل الستوري بتاعتك تكون مؤثره وواصله للناس. انا شوي جرجس، لو عايز تعرف اي حاجه تخص الماركتنج او التصوير اعمل فولو لو انت على انستجرام او فيسبوك او تيك توك، اعمل سبسكرايب لو انت على اليوتيوب. سلام.